معلش بس انا عايز اشوف الناس اللي كانت بتقول لك ان بيراميدز هتاخد الدوري خلاص، وان الاهلي هيفنش مركز رابع، وان الزمالك هيفنش تاني. هي الناس دي فين دلوقتي؟ بيراميدز النهارده اتغلبت من البنك الاهلي 4-2. بيراميدز في المركز الثاني فرق نقطتين عن الاهلي. الزمالك في المركز الثالث فرق 8 نقط عن الاهلي. بالله عليك لما تيجي تتكلم وتراهن على فرق، راهن على فرق عدله، على فرق تخليك لما تراهن ما تكسفكش. الاهلي مش فرق اي كلام، الاهلي الفرقه الوحيده اللي في بلدك وفي دوريك تقدر ان انت تقول دي هترجع تاني مكانها الطبيعي. كل توفيق من ربنا سبحانه وتعالى طبعا قبل اي حاجه، ومرقعه من الفرق التانيه يعني، يا رب دايما كده بيراميدز. وعايز اقول لك على حاجه، يعني انا واحد من الناس مستغرب ازاي فرقه زي ديت يعني صعدت نهائي افريقيا بجد. يعني احنا اتمرقعنا فما صعدناش، ده عادي. الفرقه دي اجتهدت خلاص، يا عم ربنا يكتب لها الخير في نهائي افريقيا. بس ما تجيش لفرقه ولا فيها جمهور ولا حد بيساندها وتقول لي تاخد الدوري. يا جدعان عيب، عيب والله. ده الاهلي موجود، كان نفسي اقول لك الاهلي والزمالك موجود، بس الزمالك خلاص كده ركب الشلاحات. كل سنه وانت طيب. كونفدراليه بقى في السنه الجايه، وعليكم خير، سلام.